انسحب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم من صراع التعاقد مع الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي. وأكدت شبكة ريليفو الإسبانية أن إدارة الروخي بلانكوس مهدت طريق برشلونة نحو ضم اللاعب المغربي أمرابط، مبرزة أن البارسا هو الأقرب لانتداب متوسط ميدان الفيولا. وشدد التقرير نفسه على أن أتلتيكو مدريد بدأ في البحث عن لاعبي وسط ملعب آخرين في ظل أن أمرابط يلقى اهتماما كبيرا من جانب برشلونة. وشار المصدر ذاته أن إدارة الفيولا حددت 30 مليون يورو للموافقة على رحيل أمرابط الذي يرتبط بعقد حتى صيف 2024. وكان وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي قد أعلن أن أمرابط سينتقل لناد جديد قريبا، لذلك استبعده من معسكر أسود الأطلس خوفا من تعرضه لأي إصابة. تجدر الإشارة إلى أن العديد من الفرق الأوروبية كانت قد أبدت رغبتها في ضم أمرابط سواء في الميركاتو الشتوي الماضي أو الصيفي، من أبرزها برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني. استقر تشافي هرنانديز مدرب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم على إبقاء الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي في صفوف الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل. وأوضحت صحيفة سبورت المراقبة من أسوار البلاوغرانا أن إدارة برشلونة قررت الاعتماد على عبد الصمد الزلزولي خلال الموسم المقبل بالتنسيق مع تشافي. وشدد المصدر نفسه على أن تشافي وافق على قرار استمرار الزلزولي في الموسم المقبل خلال الاجتماع الأخير مع الإدارة، لذلك سيكون الدولي المغربي المعار الوحيد العائد إلى صفوف الفريق الكتالوني. وأبرز المصدر ذاته أن قرار استمرار الزلزولي في الموسم المقبل سيؤثر على إمكانية انتقال يانيك كاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد إلى برشلونة. وأكد المصدر عينه أن الزلزولي يخشى قرار العودة إلى برشلونة حتى الآن، لأنه لا يثق في حصوله على دور بارز مع الفريق خلال الموسم المقبل، كما أن لديه عروض من أجل الرحيل. تجدر الإشارة إلى أن الدولي المغربي الزلزولي كان قد خاض الموسم الماضي مع فريق أوساسونا بنظام الإعارة، إذ بصم على سنة جيدة، ما جعل العديد من الأندية الإنجليزية والإسبانية تريد ضمه. تقدم أحد الأندية الكبرى في الدوري السعودي بعرض رسمي للتعاقد مع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي خلال الصيف الحالي. وكتب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: قدم أهلي جدة عرضا رسميا إلى النجم الجزائري رياض محرز. وأضاف فابريزيو رومانو: المفاوضات جارية الآن بين الأهلي واللاعب الجزائري، لكن نادي الاتحاد ليس في السباق. واختتم خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: سيطلب مانشستر سيتي رسوما للسماح برحيل محرز هذا الصيف، ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات قريبا بين الناديين. يذكر أن عقد اللاعب الجزائري مع مانشستر سيتي ينتهي في 2025.